السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض تشيكن بانيه بطريقة سهلة وبسيطة، ووصفة كلها على بعضها من غير تفاصيل كتير. هيطلع معانا بطريقة ناجحة جدا، وهيطلع معانا كمان باللون القمر ده، محتفظ بالغلاف ومش هيفك معانا في الزيت خالص. هيطلع معاكي بلون مظبوط من اول قطعة لاخر قطعة. يلا بينا على الطريقة. انا عندي هنا بولة هنزل ببيضة وعليها بصل مفروم ناعم، ومعلقة كبيرة من الملح، وفلفل اسود، وكمون، والسبع بهارات، ومرقة فورية. هقلب المكونات مع بعض. وهنا الخليط جاهز. هنزل بالبانيه بتاعي وانزل بقطعة قطعة وابتدي اغلفها بالتتبيلة. هنا خلصت كل الكمية. في بولة تانية هنزل بالبقسماط بتاعي. انا هنا كنت ضايفة عليه معلقتين من الدقيق، وهنزل بالبانيه وهبتدي اضغط عليه عشان هنا الغلاف ما يفكش في الزيت. هنا هخلص كل الكمية بتاعتي. احضر طاسة على النار فيها زيت غزير بدرجة حرارة متوسطة، وهنزل بالبانيه بتاعي، واول ما ياخد لون من تحت اقلبه على الجهة التانية. وهنا كان نضج معايا بالكامل. شايفين لونه ده؟ غير الريحة والطعم كله مظبوط جدا. هيطلع معاكي ناجح قوي، هتعتمديها. طريقة ناجحة وبسيطة وسهلة، ما تاخدش وقت خالص في المطبخ. هتحضريها في اقل وقت. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. يلا جربوها وابعتولي.